قررت اللجنة التأديبية التابعة للكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم عدم معاقبة الجامعة الملكية المغربية لعدم مشاركة المنتخب المغربي في نهائيات بطولة إفريقيا للاعبين المحليين التي أقيمت في الجزائر. وحسب مصدر من الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم فإن لجنة التأديب في الكاف قررت عدم تسليط أي عقوبة لا مادية ولا معنوية على الجامعة الملكية نظرا لعدم مسؤوليتها في عدم المشاركة في شأن الجزائر. ومن جهة أخرى قررت اللجنة التأديبية التابعة للكاف توجيه تنبيه للاتحاد الجزائري بعد إقحام السياسة في مجال كرة القدم بعد التصريحات المعادية للوحدة الترابية التي أدلى بها حفيد نيلسون مانديلا في حفل افتتاح الشأن. وطالبت اللجنة ذاتها بتوجيه رسالة تذكيرية في هذا الشأن للاتحاد الجزائري لكرة القدم وباقي الاتحادات الإفريقية، وإلا سيجرى عليها تطبيق العقوبات المنصوص عليها في قوانين الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.